وبتبتدي أحداث الحلقة الرابعة لما أدهم بيقرر إن هو يتكلم مع تيا ويقول لها على الفلوس اللي هو مديون بيها لشلة الصيع دي. ولما تيا بتعرف بتقوله إن هي مستعدة تقف جنبه وتساعده لحد ما يسدد الفلوس دي، مش مهم أي حاجة تانية. بعدها تيا بتبقى قاعدة مع نعومي وهم لسه بيحضروا الأوديشن، ولسه مفيش شخصية جت قدمت الراب، الشخصية اللي ممكن يكونوا شاكين إن هي اللي بتحضر السيشن معاهم في دكتور فرويد. وتيا بتختار لنعومي اسم وان ده يكون الدلع بتاعها، ولما نعومي بتسألها يعني ايه قالت لها انا تو يبقى انتي وان. لحد ما بيظهر يازن على الستيج وبيقول ان هو هيغني، ولكن عايز يغني راب من كلماته من تأليفه. فاللجنة بتقوله ان لازم في الاول يقدم اي حاجة تكون معروفة وبعد كده يبقى يقدم اي حاجة هو حاببها. فبيقول لهم انا هغني اغنية يا مسافر وحدك، ولكن لما بيمسك المايك بيفضل ساكت، ما بيبقاش عنده الجرأة ان هو يغني. فملك بتاخد الميكروفون هي كمان وبتبدأ تغني يا مسافر وحدك لحد ما يتشجع هو كمان يزن وبيبدأ يغني معاها، وبعد كده بتسيبه يغني هو لوحده وكل الناس بتسقف ليزن جامد جدا. بعد كده بيبان ان يونس شغال اوبر، مش شغال في شركة زي ما كدب على تيا ونعومي. وملك بتبقى خارجة مع واحد كده صاحبها، يعني تقدروا تقولوا كده، وبعدين هو الولد ده بيبقى عمال كل شوية يقرب منها، فبتقول له ان هي هتخرج تشم هوا بره شوية، فبتخرج وبتسيبه. وبعد شوية هو بيجيلها، ولكن هي في نفس الوقت بتبقى بتكلم يزن. وتاني يوم في الجامعة بيجي يدخل حد وبينده على نعومي وبيقول لها تعالي، وبنكتشف ان الكاميرات اللي كانت في المكتب صورت نعومي وهي بتصور الورق اللي فيه اسامي الطلاب اللي داخلين منحة، وبيقول لها ان بالطريقة دي لازم تاخد رفض نهائي، ولكن هيكتفوا بالانذار فقط لا غير، وان اي غلطة تانية هتبقى فيها رفض. فنعومي بتمشي وبتقعد تعيط وبتكلم باباها وبتقوله ان هي مخنوقة قوي وعايزة تقعد تتكلم معاه، ولكن باباها بيقول لها ان هو رايح يقابل سوزي فتعالي اقعدي معايا. فبتقوله لا اتبسطوا انتوا وبعدين نبقى نقعد مع بعض، انا عايزة اقعد معاك لوحدي. بعدها ملك بتروح ليزن، واللي يزن بيبقى عايز اصلا يقابلها علشان يقنعها ان هي كمان تقدم في المسابقة ده لانها صوتها حلو، ولكن بنتفاجئ ان ملك بتقوله يا يزن انا معجبة بيك، فما تسألش في اي تفاصيل تانية، وان هي علشان كانت عايشة في امريكا طول عمرها فعادي جدا ان ممكن بنت لما يعجبها ولد تروح تقوله ان هو عاجبها. وبيبقى يزن مستغرب جدا ان اول مرة بنت تقوله ان هي معجبة بيه، ولكن بتقوله سبب اعجابها بيه ان هي شايفاه قوي وعنده شجاعة ان هو قدر يقف على الستيج قدام الناس كلها ويغني. وبنيجي بقى نرجع تاني لنكد مايا عماله تتخانق مع ادهم علشان شافت صوره ليه مع تيا، واحده كده صاحبتها برضو رخمه، قامت صورتهم هما الاتنين وهما في النادي امبارح، وقامت بعتها لمين؟ لمايا. فمايا طبعا بتتخانق مع مين؟ مع ادهم. فادهم بيقول لها ان لا احنا اصحاب عادي ومفيش اي حاجه ما بيننا. فمايا بتقول له تمام انا ممكن اكبر دماغي من الموضوع ده تماما وما افتحش معاك الموضوع ده تاني، بس بشرط ان تيا هي اللي تيجي تقول لي ان انتوا الاتنين صحاب ومفيش اي حاجه تانية ما بينكم. ولما نعومي بتاخد خبر ان هي جالها انذار بالرفض بتروح البيت وهي متضايقه، ولكن مامتها بتيجي تكمل عليها، فتيا بتحاول ان هي تساعد نعومي وبتروح ليونس وبتقول له ان في 1 2 3 وان الفيديو ده عايزين نمسحه علشان نعومي هتفضل دايما متضايقه وتحضر عادي وهي عارفه ان في حد ماسك عليها حاجه. فيونس بيقول لها خلاص، وان هو حاسس بالذنب من ساعه ما لبسها مع دكتور حازم وقرر يساعدها ويمسح الفيديو بتاعها من على كل كمبيوترز الجامعة. وبيروح فعلا وبيدخل مكتب دكتور حازم لما هو ما بيلاقيهوش فيه، وبعدين بيدخل يمسح الفيديو، وبعدين وهو خارج بيلبس في دكتور حازم، ودكتور حازم بيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ فبيقول له انا كنت جاي لك اسالك على حاجه بس ما لقيتكش. فدكتور حازم بيقول له تمام ماشي، بس بعد كده ما تدخلش المكتب تاني لو انا مش فيه. بعدها يونس بيكلم تيا وبيقول لها ان مسحت الفيديو، فتيا بتساله انت شفت الفيديو؟ قال لها لا، وتقدري تطمني صاحبتك علشان تبقى مبسوطه. وبنرجع تاني لجلسه دكتور فرويد اللي بيبدا يسالهم يا ترى انتوا ايه اكتر حاجه بتخافوا منها، وكل واحد بيبقى اجابته مختلفه. وبعد كده ادهم بيكلم تيا، وتيا بتبقى بتفكر له ازاي يقدر يجمع المبلغ 103 ألف دول علشان يسدد الفلوس اللي عليه، ولكن ادهم بيصدمها ان هو طلب منها ان هي تيجي تقابل مايا وتقول لها بنفسها ان هم اصحاب بس مفيش اي حاجه تاني ما بينهم. وتيا بتوافق
بعد كده يزن بيبقى بيجهز علشان خارج يقابل ملك، وبيبان جدا ان اخوه بيغير منه ان هو بيكمل تعليمه وان ابوه بيحبه جدا اكتر منه، وبيقول لابوه انت اللي ما اديتليش فرصة ان انا اكمل تعليمي. فابوه بيقول له ان انا سبت لك السنة تاخدها في 3، هسيب لك ايه تاني اكتر من كده، وانت يا يزن مادام بتنجح اعمل لك كل اللي انت عايزه. وكمان بيديله فلوس علشان يخرج مع ملك، وبيقول له ان هو اول ما يتخرج هيبقى المهندس ونورت العيلة ويمسك الورشة. ولكن انا شايفة في النقطة دي ان انا لازم اقول رأيي، اوقات الاب والام ممكن يكونوا سبب في ان الاخوات يكرهوا بعض من غير ما ياخدوا بالهم، لازم كلنا نخلي بالنا في النقطة دي. بعدها تيا ونعومي بيبقوا قاعدين سوا، وبتقول لها تيا الطلب اللي ادهم طلبه منها، وبتقول لها كمان ان يونس جاي دلوقتي. فنعومي بتقول لها ان هي مش طايقة يونس اصلا ومش طايقة تشوفه ولا تتكلم معاه. فيونس بيسمعها وبيقول لها انا خاطرت بحياتي وبمستقبلي النهارده علشانك، والمفروض ان انت ما تكونيش زعلانه مني وان انت تقولي شكرا. وبنرجع تاني لملك اللي بتبقى مستنيه يزن، وبيجي وبيقعد على ترابيزه بعيد لما بيلاقيها قاعده مع واحد صاحبها. وبعدين وملك بص على يزن بيستغل ده الواد صاحبها ده، وبيحط لها حاجه في العصير بتاعها علشان تدوخ. وبعدين ملك بتقوله ان هي هتقوم تمشي لان هي حاسه ان هي بدات تدوخ. فصاحبها ده بيمسك فيها وبيقول لها لا خليكي وما تمشيش، خليكي قاعده. فهي بتقوله لا ان هي لازم تمشي، وبتصمم ان هي تمشي. فبيقول لها على فكره انا ممكن انده دلوقتي الامن واقول ان انت نصابه او حراميه، وبيبقى مصمم ان هو ما يسيبهاش تمشي. ولكن يزن بيجي يمسكه وبيديله علقه محترمه، وبيقول له انت حاطط لها ايه؟ قال له حاطط لها حاجه تدوخها بس، وبيبقى خايف من يزن جدا. وبيبان ان يزن في المواقف الجريئه بيتكلم مش بيتهته. ويزن بياخد ملك يروحها وبيقول لها يا ريت ما تتكلمش معاه تاني. بعد كده ادهم بيبقى مروح البيت، وبيقابل برضه شله الصيع بتبقى واقفه مستنيه تحت البيت، وبيبقوا جاهزين برضه علشان يضربوه تاني. ولكن باباه بينزل وبيتدخل في اخر لحظه. اللي كتبت الفيديو ده ومنتجته وسمعته بصوتها هي فاطمه عادل، ده اللي هي انا. وما تنسوش تتابعوني لو بتحبوا الفويس اوفر او بتحبوا الملخصات او عايزين اي ملخصات تانية. سلام.